الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا أنصح كل طالب علم أن يقتني في مكتبته صحيح البخاري. من عجائب التي حدثت مع الإمام البخاري رحمه الله أنه وهو صبي فقد بصره، وكان صبيا صغيرا، فبكت أمه بكاء شديدا عليه، وأخذت تقوم الليل وتدعو الله بإلحاح. وفي مرة وأثناء نومها رأت إبراهيم الخليل عليه السلام في نومها، فقال لها: يا هذه، قومي فقد رد الله بصر ابنك من كثر دعائك أو من كثر بكائك. رحم الله الإمام البخاري وجمعنا معه في جنات الفردوس.